ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل بسبوسة الحلواني. هنعملها ببساطة وسهولة والطعم اجدع من اي حلواني تتحدي بيها الحلوانية، يعني طعمها روعة. وبصوا بسيطة خالص ومكوناتها بسيطة خالص. معايا 3 كوبايات سميد، معايا كوباية الا ربع من السكر واللبن والزيت، يعني كوباية الا ربع قصدي سمنة، كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع لبن، و3 كوبايات سميد، وطرف المعلقة بيكنج باودر. انا هنا بكب السميد بتاعي في البولة، هكب ال3 كوبايات وهاخد منهم حوالي 3 معالق في طاسة. ليه هناخد 3 معالق في طاسة؟ عشان عايزة احمصهم. هتحمصوهم ليه؟ عشان يدوني لون وطعم، بدل اللبن البودر. لما بتضيفي لبن بودر بيديلها طعم غريب كده، احنا اللبن البودر مش متوفر، فهنحمص الرز اسفل السميد بتاعي ويقوم بوظيفة اللبن البودر. ف... وفي ناس بتكرمل السكر عشان تاخد منه لون كده. انا يعني هستسهل وهنحمص السميد ده حطيت عليه حته سمنه صغيره، لان انا الطاسه بتاعتي ألمونيا فممكن يلزق فيها. انت لو هتحطها في طاسه تيفال ما تستخدميش سمنه. تمام. وابدا احمص السميد بتاعي ده زي ما قلت لكم 3 معالق خدتهم او 4 معالق من كميه السميد بتاعتي اللي هي في الاساس كام؟ 3 كوبايات سميد. المقادير هكتبها في صندوق الوصف بالظبط يعني. اهو بدأت اقلب، بدأ ياخد مني لون، وخلي بالك لو سبتيه بياخد لون بسرعة. هنا بعد ما حمصته بصوا اللون بقى، فرق اللون اهوت. هبدأ اضيفه على السميد بتاعي، وابدأ اضيف بقية المكونات. معايا معلقة سكر، معايا معلقة وشوية سمنة او معلقتين سمنة، يعني ما تبقيش كده يعني. يبقى معايا معلقة سكر ومعلقة سمنة كبيرة على السميد، وابدأ اقلب اخلي الدقيق بتاعي زي الرمل المبلول كده. هنا بضيف نص معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان تديني هشاشة للبسبوسة بتاعتي، وهبدأ اقلب بقى اخليها زي الرملة المبلولة زي ما قلتلك. اللبن والسكر والسمنة هعمل فيهم ايه بقى؟ هبدأ اجيب بولة او حاجة بتتحط على النار، حلة بتتحط على النار، واضيف فيها اللبن والسكر والسمنة اهو. هضيف السكر وهضيف اللبن وهضيف السمنة وارفعهم على النار يدوب بس السكر، ومش عاوزة الحلة بتاعتي تسخن ولا عاوزة المكونات بتاعتي تسخن. انا عاوزاه يدوب دبة دافية كده، واللبن والسكر بتاعي يكون داب وبس كده، واشيلها من على النار مش تاخد ثواني يعني. اوعي تخليه يسخن منك، ما ينفعش يسخن منك، لازم يبقى على البارد كده. بس انا بقى بسرع عملية ذوبان السكر. هنا بصوا اللون اتغير اهو. وابدأ اضيف بقى ال- السوائل بتاعتي على البسبوسة، الكمية كلها هضيفها وابدأ ابس. ما تعجنيش، لو عجنتيها باظت منك وما بقتش بسبوسة خالص، اسمها بسبوسة من البس. و تبدأي بصوابعك، بتروحي في صوابعك كده تلمي العجينة بتاعتك، واعملي حسابك لو كل ما بتقلبي فيها كل ما بتنشف معاكي. فانت سريع سريع تخلصي نفسك وتحطي فين؟ تحطها في الصينية مدهونة سمنة وتدخلها على الفرن على درجة حرارة 200. تمام كده. تمام كده. انا هنا كنت خلصت اهوت التقليب بتاعي، تقليب مش عجن، عشان ما تبص منك ويبقى فيها عرق كده، ومغيبتش فيها في البس عشان خاطر ما تنشفش مني. هنا بدهن الصينيه بتاعتي سمنه، مش ما تحطيش عليها حاجه تانية غير السمنه بس. مينفعش تعمليه بزيت، عايز تحطي بزيت تحطي، بس اللي بيديها طعم اكتر السمنه بس. هنا بدأت ارص البسبوسه بتاعتي اهوت. طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي اختراعات ولا أي افتكاسات، وطعمها إن شاء الله مضمون ونتيجتها مضمونة جدا اهو. بدأت بقى اجيب الاسباتيولا بتاعتي اسوي الاطراف عشان ما تبقاش رفيعه كده وتنحرق مني بسهوله، واساوي البسبوسه بتاعتي اخليها كلها سمك واحد، وادخلها الفرن زي ما قلت لك على الرف الوسطاني درجه حراره 200. وكل شويه ابص عليها هتعرف منين ان هي استوت؟ هتلاقي الحروف بتاعتها خدت لون وبدات تسيب الصينيه كده، ما هيش لازقه في الصينيه. هنا تعرف ان هي خدت لون من تحت، تبداي تفتح عليها الشوايه. تمام. انا هنا بقطعها بدي علامات كده يعني بدائيه. وبعد ما تطلع هنأكد عليه، عايزة تضيفي سوداني ضيفي، زبيب ضيفي، اللي انت عايزاه تضيفيه على الوش كده تضيفيه، ولوز ماشي. ده الشربات بتاعت. المفروض ان انا كنت عملت لها شربات، بس انا كان عندي شربات في التلاجة فما عملتش. الشربات ده عبارة عن ايه؟ كوباية مية، كوباية سكر، نص ليمونة رفعتهم على النار. السكر ده جيت شايلاه من على النار. انا عاوزة مية بسكر مغلية بس، مش عاوزاه تقيل، مش عاوزة شربات تقيل، انا عاوزة شربات يعني عبارة عن مية بسكر مغلية وبس كده.
هنا الشربات سخنة زي ما انتم شايفين، وهنا البسبوسة بتاعتي كانت طلعت. الشربات ده انا غليته، شربات البسبوسة خفيف ويكون دافي، مية بسكر دافيين مغليين. هي طالعة سخنة وهي سابت الحروف، هي سايبة الصينية زي ما بقول لكم، واخدة لون حلو. بصوا شوية اللي بنزلهم بتشربهم، ده دليل على نجاح البسبوسة، ان هي تشرب الشربات بتاعك اللي انت بتحطيه. الشربات سخنة والبسبوسة سخنة، وهبدأ بقى أضيف كمية اللي كل ما تشرب هضيف، وفي الآخر هغطي عليها النار عشان عايزاها طرية مش عاوزاها ناشفة، فهغطي هحط عليها غطا وأسيبها لما تهدى خالص، وبعد كده أقدم. أهو العلامات الأساسية لنجاح البسبوسة إن هي تشرب معاك الشربات. هنا شربت وزي الفل، هنا غطيتها. بصوا شربت كل كمية الشربات اللي عندي ازاي وكأنها معلهاش حاجة. هبدأ بقى نقطعها. سهلة ولذيذة. كيلو السميد ب20 جنيه، الصينية دي معمولة بنص كيلو سميد ب10 جنيه. تخيلي لو انت رحت جبت دي من عند الحلواني هتجيبها بكام. وكوباية سكر، كوباية لبن، كوباية الا ربع، كوباية الا ربع، كوباية الا ربع زيت، قصدي سمنة. ف بسيطة يعني، ما بتكلفش كتير. ربنا يعين كل واحد يا رب. هنا طلعت البسبوسة بتاعتي اهيت، بصوا خطيرة، شكل وطعم تحفة تحفة تحفة. وهسيبها كمان، ده هي كانت سخنة لسه، هسيبها كمان لما تهدى يعني اكتر. بس جربيها وان شاء الله تعجبك. باي باي.